كيفكن يا رب تكونوا بخير. أنا اليوم طالع أحكي بكذا موضوع. طبعا كلياتنا شفنا موضوع حرق الطفل السوري بلبنان، وبعدين اجت صدمة أكبر منها اللي هو اقتحام الجيش اللبناني لمخيمات اللاجئين السوريين يلي بلبنان، واعتقال 4 وقتل هدول ال4 تحت التعذيب. الصدمة اللي أكبر إنه ما في دولة عربية تحركت وحكت بالموضوع، حتى الإعلام ما كان في له هالموضوع اهتمام كبير من قبل الإعلام. الشعب اللبناني ما حدا طلع، ما حدا اعترض، ما حدا قال إنه هذا الشي ما بيصير. أخيرا وليس آخرا، اغتصاب مرة سورية بتركيا حامل بشهرها السابع، وقتل ابنها عمره 11 شهر. موضوع عن جد كان صدمة لكتير من الناس، بكى كتير من الناس. هذا الموضوع بكى كتير من الناس. بس الشي اللي عن جد أنا ما شفته من أي دولة عربية، ما شفته من كتير دول، خروج الأتراك ومطالبة الناس أو الشخصين اللي اغتصبوا هي المرة بأقصى عقوبة لإلن. وكان في احتجاجات كبيرة من قبل الأتراك لهذا الموضوع. صلاة الأتراك مع السوريين. شفنا كمان الأتراك صاروا يبكوا مع السوريين. عن جد شي يمكن أنا ما شفته من أي دولة عربية. أنا طالع اليوم لحتى أقول عن جد يا حيف يا حيف يا حيف نحن نكون عرب، يا حيف نحن نكون عرب. عبارة خبر امبارح، كندا تمنح الجنسية الكندية ل80 مهاجر. تخيلوا، كندا تمنح الجنسية الكندية ل80 مهاجر. وربع بتعامل السوريين، ما رح لكم أحسن معاملة إنسانية. وربع بتعامل السوريين وغير السوريين أي حدا أجنبي أو لاجئ معاملة إنسانية. لك شوفوا المصريين شو بيقولوا على السوريين، شوفوا المصريين كيف بيعاملوا السوريين. أنا ما رح خلي المصريين ملائكة مشان ما حدا يجي يقول لي أنت عم بتخلي المصريين ملائكة. بس أقسم بالله ما شفنا منهم غير كل خير. أنا ما رح أعمم وأقول كل العرب مو مناح أو كل اللبنانيين مو مناح كمان، لأنه رح يطلع لي واحد يقول لي أنت عم بتعمم، وفي كتير ناس بحبوا السوريين وفي كتير لبنانيين بحبوا السوريين. كمان ما رح أعمم. بس يا أخي الأكتر اللي عم نشوفه عم يكره السوريين. كل يوم جريمة، كل يوم موضوع. لك نحن شو عملنا لحتى هيك يصير فينا؟ نحن السوريين شو عملنا حتى هيك يصير فينا؟ يوم اغتصاب، يوم حرق، يوم ذل، يوم ما بعرف شو. لك وكلها بدول عربية. لك يا حيف نحن نكون عرب، يا حيف نحن نكون عرب. عن جد أنا شو يعني ما تم عندي حكي أكتر من هيك أقوله، لأنه شو ما قلت عن العرب قليل. شو ما رح أقول عن كل واحد عربي أو كل واحد عامل السوريين معاملة بشعة أو معاملة قذرة رح يكون قليل بحق الناس كلياتها. لك كل ما بفتح اليوتيوب بلاقي في مشكلة، كل ما بفتح اليوتيوب بلاقي حرق واغتصاب، بلاقي أكل هوا للسوريين. لك والله نحن بشر، أقسم بالله العظيم نحن بشر. ليش هيك عم تعملوا؟ ليش؟ مشان الله بس قولي ليش هيك عم تعملوا؟ نحن شو عملنا؟ برا بلده لا تفكروا انه برا بلده ما عم بيعمل شيء، لا نحن اللي عم بيتعلم واللي عم بيعمل مشان لما يرجع لسوريا يعمرها ويخليها احلى. والله رح ترجع سوريا، ما رح اقول غير انه بلدي رح ترجع احلى بلد بالدنيا كلياتها.